إخواني أخواتي، حياكم الله أينما كنتم. مرحبا بكم من جديد مع الإعلامي والحقوقي أحمد قرماط بموقع قرماط بريس. خوتي المغاربة، دعوني أحدثكم عن الجهل، لأن الجهل أسوأ آفة قد يبتلي به المجتمعات، والجهل المتحالف مع السلطة هو أكبر عدو للعدالة، كما أنه ذكر في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وجاء في آيات أخرى: واعرض عن الجاهلين. الجهل المتحالف مع السلطة هو أكبر عدو للعدالة. لقد استخدم القرآن الكريم لفظ الجهل بمعنى الاعتقاد الفاسد، علميا ومنطقيا وفطريا. والجهل في استخدام القرآن عكس الحلم والحكمة والعقل، وهو يعني تحكيم القوة، مثل ما جاء في كتاب الله العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، أفحكم الجاهلية يبغون. ومن هنا سميت الفكرة ما قبل الإسلام بالجاهلية، لأنها كانت فترة تحكيم القوة والعصبية، أي حكم القوي على الضعيف، وعليه يبقى الجهل أساس كل الشرور، كما قال أفلاطون: الجهل مع الدين تطرف، والجهل مع الحرية فوضى، والجهل مع الثروة فساد، والجهل مع الفقر إجرام. ليبقى الجهل مع السلطة استبداد، وهو أسوأ آفة قد يبتلي به المجتمعات، لأن الجهل المتحالف مع السلطة هو أكبر عدو للعدالة.